حتى لا يقال بأننا نتحدث ونتهم من فراغ. راح نريكم أفلام، وربما الكثير من المشاهدين داخل البحرين شاهدوا هذه الأفلام، ولكن احنا ننقل هذه الصورة للمواطن العربي لنقول له بأن هؤلاء الآن هم عصابات صفوية ممولة ومدربة إيرانيا تعيث فساد في أرض البحرين وتنشر الإرهاب وتروع الآمنين من مواطنين ومن مقيمين، وتتعمد إيقاع الخسائر والإصابات في صفوف الناس. لم تعد في البحرين الآن مسيرات أو مظاهرات سلمية. المظاهرات والمسيرات مرخصة حسب القانون البحريني، الدستور البحرين وقانون مملكة البحرين منذ 2001، منذ بدء المشروع الإصلاحي في البحرين إلى اليوم. المسيرات والاعتصامات مرخصة، رجال الأمن لا يعترضون أي مسيرة ولا أي اعتصام، وإنما ما يحدث الآن في البحرين هي عمليات إرهاب صفوي ممنهج يتعمد إيقاع الخسائر، قتلى وإصابات وتدمير ممتلكات لإرغام الدولة على الاستجابة لمطالبهم بعد أن عجزوا وبعد أن فشل مخططهم الأسود في الانقلاب على الدولة. جاء الآن دور الإرهاب ليفتك بشعب البحرين من أجل أن تحقق من خلاله مطامح ومطالب سياسية بالابتزاز وبلي الذراع من خلال الإرهاب. حدث من ضمن ما سنشاهده الآن، يقول لي المخرج جاهز، تفجير العكر اللي أصيب فيه 7 من رجال الأمن بإصابات خطيرة، وهذا التفجير اللي تمت إدانته من كل دول العالم، من دول مجلس التعاون، الدول العربية، دول العالم أدانت هكذا أعمال عنف وإرهاب تنتهجها العصابات الشيعية الصفوية الوفاقية في مملكة البحرين. نشوف هذا التفجير اللي استهدف رجال الأمن. إذن كما نشاهد التفجير أعزائنا المشاهدين اللي أدى إلى إصابات بليغة في صفوف رجال الأمن، وهذه عادلة مرة أخرى. إذن من يقول بأن هؤلاء يقومون بمسيرات سلمية ومن أجل مطالب سياسية فهم واهمون ومخطئون. ربما البعض عن جهل، ولكن نعرف أن في بعض الجهات الإعلامية تروج لأن هؤلاء لديهم مطالب سياسية. المطالب السياسية لا تستقيم أبدا مع أعمال العنف